أنا كنت غلط لما كنت بسمع حد بيتكلم عن الإعجاز العددي في القرآن الكريم. كنت بقول إنه بيهبد وبيقول أي كلام وخلاص، وده لأني كنت بسمع حاجات غريبة. الكلمة دي ذكرت كم مرة، فلو ضربتها في 2 وقسمتها على 3 هيطلع كذا، والعدد ده هو كذا. وكان في حاجات غريبة قوي، والناس كانت بتصدق وتهز راسها وتقول سبحان الله وخلاص. لكن لما بحثت في الموضوع لقيت حاجات مبهرة ومستحيل تكون صدفة، زي مثلا عدد مرات كلمة اليوم متكررة 365 مرة، وعدد مرات كلمة الشهر متكررة 12 مرة، وكلمة السماوات اتذكرت 7 مرات، وعدد مرات ذكر سيدنا عيسى وسيدنا آدم عليهم السلام في القرآن كل واحد 25 مرة. وفي آية في القرآن بتقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، والآية طبعا مش قصدها الاسم اتكرر كم مرة، الآية قصدها طريقة خلق ربنا ليهم. وحاجات تانية كتير في القرآن مستحيل تكون صدف. الكتاب أصلا مش